بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة النحالين متتبعي قناة نحل جرجرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أجواء مشمسة، 17 فبراير 2023. اغتنمنا هذه الأجواء المشمسة لنراقب بعض الخلايا ونرى مدى تقدمها من حيث الحضانة، وأيضا ما المخزون داخل الخلايا. إذن هذه الخلية على 7 إطارات، وإن كانت ليست مضغوطة. الإطار الأول تقريبا فارغ، بعض العسل المختوم فقط. الإطار الثاني فارغ أيضا، بعض القطرات من العسل فقط. الإطار الثالث مخزون أيضا، مخزون أيضا. هذه الخلية رأيت سروحها غير عادي، فأردت أن أتفقدها، فوجدت أنها قد بنت بيوت إحلال. إذن بنت بيوت إحلال في هذا الوقت. بسم الله. إذن ها هو بيت الإحلال في وسط، كما تعلمون إخوة النحالين، بيوت الإحلال في وسط الإطار. ها هو بيت الأول. نعم، تلاحظون البيت الأول، ها هو في وسط الإطار. ها هو البيت الثاني في وسط الإطار أيضا. إذن بنت بيوت إحلال. وهناك طبعا يرقات عمر 3 أيام و4 أيام في هذا الإطار. إذن بنت بيوت إحلال في هذا الوقت. ولم أرى الملكة الأم بعد. إذن هناك بعض الذكور في المنحل، وإن كانت ليست بالعدد الكثير، ولكن هناك ذكور. هذا حضنة مغلقة، حضنة مغلقة. ها هو بيت إحلال آخر في وسط الإطار، بيت ممتاز أيضا. إذن إخوة النحالين، بيوت الإحلال كما تعرفون ينتج عنها ملكات ممتازة، فنغتنم هذه الفرصة لنقفص على البيوت لكي نستفيد من الملكات، من ملكات الإحلال. إذن 3 بيوت. لم أرى الملكة الأم بعد. راقبت الخلية من قبل إخوة النحالين ولم أجد الملكة الأم، ربما في قاع الصندوق، لا أدري. إذن 3 بيوت إحلال، 3 بيوت إحلال في وسط الإطار. لهذا قلت لكم إخوة النحالين لا تغفلوا عن مراقبة الخلايا في فصل الشتاء في الأجواء المشمسة طبعا. ويمكنكم أن تراقبوا الخلايا من فتحة الصروح،
من فتحة الصروح تلاحظون الخلايا المشبوه فيها طبعا وتراقبونها. نعم، هذه الخلية كان صروحها ضعيف فراقبتها ووجدت أنها بنت بيوت إحلال، والملكة الأم لم أستطع أن أجدها. طبعا كما قلت هناك ذكور في المنحل، وسأقفز على البيوت الملكية لأستفيد من الملكات. نعم، لم أستطع إيجاد الملكة الأم، لا أدري إن كانت موجودة أم لا. يرقات عمر 3 أيام موجودة، أما الملكة فلم أستطع إيجادها. إذن إخوتي النحالين سنكتفي بهذا القدر. إذن بيوت إحلال في شهر فيفري عندما لا تتواجد الذكور سنقع في ورطة، ويجب علينا ضم الخلية. وإن كانت هناك ذكور ستتلقح الملكة في الأجواء المشمسة خاصة. إذن 3 بيوت إحلال. النحل أراد أن يغير الملكة وله الحق في ذلك. هو يرى أن الملكة ربما فيها عيب وأراد أن يغيرها. إخوتي النحالين، أردت فقط أن أشارككم هذه المعلومة في هذا الشهر، شهر فيفري. وأترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى موعد آخر بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.